الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على حبيب الحق وخير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. معكم الطالبة رحاب إبراهيم من قسم التميز لأكاديمية الإتقان للقراءات وعلوم القرآن. لطيفتنا لليوم بعنوان افرحوا بالعيد. الناس كل الناس يسعى إلى فرح قلبه وزوال همه وتفرق أحزانه وآلامه، وها قد حل العيد وتجلى وبالسرور كغيمة أطلى، وهذا موسم يقتضي أن نعيش فيه الفرحة في كل لحظاتها والبهجة بكل معانيها، طبعا في إطار الشريعة وضوابط الدين وركائز الأخلاق والقيم. ومن الحكم التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفاء بالعيد، وأن يعلم الناس أن في ديننا فسحة، وأن الفرح مركزه القلب وميدانه السلوك ومظهره اللباس والزينة والكلمة الطيبة، ورسالته الشعور الحسن والإحسان للناس، وأثره سعادة غامرة تمسح آثار وبقايا الهموم والأحزان. فاستبشروا بالعيد وافرحوا وأفرحوا من حولكم وصلوا أرحامكم. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالعيد شعيرة عظيمة ولها مقاصد جليلة. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأهم مقاصده أن يحمد المسلم ربه على هذه النعم والطمع في رحمته والعتق من النار. ومن مقاصده أيضا رجاء القبول، لهذا جرت السنة أن يقول المسلم لأخيه المسلم إذا لقيه: تقبل الله منا ومنكم. وكما أن العيد يقوي الأخوة ويعمل على تمتين الصلة بين المسلمين، فالحاصل أن العيد شأنه عظيم في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بعد رمضان، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وأعبد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.